زمان كده قرروا يجمعوا 5 شخصيات غريبة تحت سقف واحد. روبن هو القائد اللي دايما شايف نفسه الصح، وسايبورغ نص آدمي ونص ماكينة وكله طاقة وضحك، وريفن هي الكئيبة اللي بتحب الضلمة وبتحب تقرأ كتب شريرة، ستارفاير بنت فضائية بتحب الأرض بس بتتكلم بالمقلوب، وبيست بوي أخضر بيحب الحيوانات وبياكل أكتر من اللازم. بس بالرغم من كل الغرابة دي اتجمعوا وبقوا أبطال التايتنز. هما مش بس أبطال، دول ساكنين في برج على شكل حرف تي وبيعيشوا أغرب حياة ممكن تشوفها. يعني تلاقي روبن بيجهز خطط وهمية، وسايبورغ وبيست بوي بيتخانقوا على البيتزا، وريفن بتقلب في بعد تاني. حياة مش طبيعية خالص. روبن عنده عقيدة عايز يبقى زي باتمان، بس محدش مهتم، طول الوقت بيحاول يثبت انه القائد حتى لو الفريق مش مهتم بخططه، وكل شوية يدخل في منافسة هو لوحده اللي واخدها بجد. اللي بيميز التايتنز انهم بيحبوا بعض بس بيعملوا في بعض مقالب تخليك تضحك من قلبك. بيست بوي وسايبورغ هما الاتنين اللي دايما ورا البلاوي اللي بتحصل في المسلسل، وريفن بتتغاظ منهم بس بتحبهم بطريقتها. مش معنى انهم مجانين انهم مش ابطال. في كل مرة بيظهر شرير زي سلاد او تراغول بيتحدوا مع بعض وبيفاجئونا بحل غير متوقع خالص. يعني مثلا ينقذوا العالم بالغنى او يتغلبوا على الشرير برقص التنانين. رغم ان ناس كتيرة قالت ان المسلسل ده مختلف عن التايتنز القديم، الا ان تين تايتنز جو اثبتت انه ممتع ومليان ضحك ومواقف مجنونة. ومش بس كده، ده كمان عملوا فيلم في السينما وشاركوا في كروس اوفر مع النسخة الأصلية، ودي كانت بداية وجنون أبطال التايتنز. مسلسل مفهوش لحظة مملة، وكل حلقة بتعلمنا إن الضحك ممكن يبقى أقوى من الشر. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستناني في ملخص جديد من عالم التايتنز والانمي والكرتون. سلام.